لقيت مره واحده مين جاي عليا؟ هيثم عرابي داخل بالعربيه بتاعته، وكان المفروض الفرقه الاتحاد عايزه فرود اللي هو انا، القايمه عايزه لعيب واحد، انت كنت بتلعب 9 صريح وانا كنت بلعب 9 و7 يعني بس 9 بالنسبه لحسام 9 انا بخبط عنده واروح اعمل تاكلينج عليه واتزحلق بعمل كل حاجه بتاعه اللي هو عايزه يا باشا، بعمل كل حاجه انا والله العظيم. سمير عبد الطيب قال لي انت مكيفه، فانا بالنسبه له تمام. لقيت يا باشا هيثم جاي ومعاه لعيب في العربيه، فاحنا كنا بنتمرن في ملعب اسمه افريكانو في هناك في اسكندريه. انت بتضحك والله العظيم هتاخد التالتة والله العظيم هموت، هيحصل لي حاجه اقسم بالله لما افتكر الحاجات دي اصلا، بس الحمد لله يعني. فالمهم يا باشا لقيت هيثم داخل ومعاه مين بقى في العربيه؟ حد فاكر يا جماعه 2013 مين راح الاتحاد؟ انا بقول لكم على حاجات بنت لذينه، الناس الهيستوري فين. سترايكر كان مين؟ لا هو مش سترايكر، هو قدام اي حاجه، هو لعيب اتحط مكاني عشان هو جاي من اداره جامده، فاتحط مكاني وانا مشيت اخر 3 ايام في الكيت برضه. مين يا جماعه 2013؟ لا مش يوسف حمدي، لا عمرو ورده. فاكرين انت لما عمرو ورده طلعوه تمام دلوقتي حالا جمعت، والدوري ما اتلغى بسبب ان الاتحاد كان هيهبط هو والاسماعيلي السنه دي 2013. الناس اللي حافظه اللي بيتفرجوا علينا وعارفين التواريخ هيعرفوا اللي انا بقوله ده. ايام الثوره تمام. الدوري كان بيتلغي كل شهرين ويتلعب شهر جاي ويتلغي الشهر اللي بعده عادي جدا. فهم عايزين لعيب، رحت انا بكلم علاء كمال كان هو صاحبي، فبقول له كابتن علاء ايه ده؟ قال لي ما اعرفش يا جميل. رحت مكلم كابتن حسن مصطفى، عملت نفسي ان انا عندي الضمه، ما انا خلاص ما هم عايزين لعيب واحد وانا عارف ان هو انا، فاللعيب اللي جاي ده مكاني. رحت يا باشا عملت نفسي ان انا عندي الضمه، فلقيت كابتن حسن جاي لي، وكان ساعتها كابتن عماد مندوب مدير اداري. لقيته بيقول لي ايه كابتن ابراهيم عايزك. رحت مين بقى؟ لقيته بيكلمني كابتن سمير عبد التواب، خد شنطتك واخلع امشي خلاص، ما تقعدش مع حد. دي بقى اللي حصل. ما هو انا كده خلاص، هم اداره الاهلي، ما هو عارف ان اداره الاهلي جابت ورده، فورده اللي هيلعب خلاص. ادارات، هو الراجل عاوزني، المدير الفني كابتن حسام وكابتن ابراهيم كانوا مقتنعين بيها جدا، وكمان هم عايزين 9، فانت جايب لهم 10 و9 وهاف 9، فانت بس هو جاي من اداره الاهلي، من ادارات كبيره، فالادارات بتخلص المصالح مع بعض، فخلص عليا في البحر بقى. رحت يا باشا لقيت كابتن ابراهيم، رحت قعدت معاه قال لي بص يا جميل احنا مقتنعين بيك جدا، فاحنا هنعمل معاك ديل جامد قوي. قلت له ايه هو الديل يا عم الدنيا؟ انا عايز امشي. ايه هو الديل؟ ايه هو الديل يا عم العالم يا عم ايه هو الديل يا كابتن؟ قال لي ان انت هتروح فرقه درجه تانية، هنوديك بعد كده نرجعك على اول السيزون. قلت له ان شاء الله خير يا كابتن، انا عايز امشي. سيبني امشي. قال لي طيب خلي بالك ان فلوسك بتاعت العقد انت هتاخد اول سنه دي انت هتطلع لك. قلت له مش عايز حاجه، انا عايز اروح، ما انا عندي بقى هيستوري بنت لذينه خلاص، ما انت فاهم اللي فيها. انا شفت طارق العشري وشفت دجله حرام عليكم.